الأوزريون أغلى مكان في مصر. المعبد ده موجود تحت الأرض في أبيدوس في سوهاج. المكان ده بيعتبر من أكتر الأماكن الأثرية جدلا، لأن تذكرة الدخول ليه بتعتبر من أغلى التذاكر في العالم كله، واللي بتصل لحوالي 20,000 جنيه أو أكتر. معبد الأوزريون عبارة عن قبر رمزي للأسطورة القديمة أوزوريس، واللي بيتكون من 10 دعامات من حجر الجرانيت الوردي. بيعتقد ان الملك سيتي الاول هو اللي بدأ بناؤه، وتم الانتهاء منه في عهد حفيده مرنبتاح، لوجود بعض النقوش. والحائط الشرقي منه بيوضح صورة الملك مرنبتاح. المعبد بيحتوي على بعض الحجرات الخاصة للدفن، والمعبد ده بيمر خلاله مياه بيرجع مصدرها لقناة فرعية من نهر النيل، مرورا بمعبد سيتي الأول اللي جنبه. في آخر المعبد بيوجد ممر طويل مغطى بالطوب، طوله بيبلغ 60 متر وعرضه مترين، وارتفاع السقف 3 متر. واخر الممر بتوجد غرفة، ودي اسمها غرفة الممر. وسر ارتفاع تذكرة دخول المعبد ده بيرجع للغرفة دي، لان الممر ده جواه كتابات كاملة بتخص الموتى والحساب بعد الموت، والجنة والنار في العقيدة المصرية القديمة. الكتابات دي مش موجودة بالشكل ده في العالم كله إلا في الممر ده، اللي بيعتبر أهم كتابات مصرية كاملة. ووزارة الآثار أغلقت دخول المعبد أمام الزوار، ولم يتم فتحه إلا برسوم، والتذكرة دي ممكن يتشارك فيها أكتر من شخص، بحد أقصى 49 شخص. والمدة الزمنية اللي بيستغرقوها داخل المعبد بتكون لمدة ساعتين فقط.